السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ فيديو النهارده سبلايز بتاعه التوأم. انا مش عارفه ازاي عدى 5 سنين ولانا ولارا داخلين كي جي 1. مش بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، بس انا بجد يعني مش عارفه عدوا ازاي. يا جماعه الوقت بيعدي مع الولاد والله بسرعه، مش عارفه، فحاولوا تستمتعوا على قد ما تقدروا. وانا عارفه انكم بتتعبوا، بس استمتعوا وانتوا تعبانين لان بجد بيعدي الوقت بسرعه قوي. احنا الحمد لله قدمنا وطلبوا مننا سبلايز. بصراحة طلبات مستفزة وكتيرة جدا والأعداد كتيرة، فأنا جبت كل الحاجات اللي طلبوها بس مش بالأعداد اللي مطلوبة. يعني مثلا ورق الفازلين ده طالبين انتوا متخيلين أنا بقى بضرب في 2، فجايبين للبنتين المفروض 6، أنا جايبة 4 فرخ بتاع الكانسون. طالبين ستيكرز، شيت ستيكرز. انا جبت لهم شيت كل واحده، بس هم مش عارفين هم عايزين 4 من دول ولا هو ده كفايه، فانا مش عارفه، بس انا جبت شيت لكل واحده. طالبين الوان اللي هي بتاعت الوش، فانا جبت برضو 2، واحده لنا واحده لارا. من كل حاجه بقى انا بضرب في 2، فلو كنت جبت بالاعداد اللي هم قالوها، بس هم يعني دي الوان وعليها اسم البنات. لكل واحدة علبة برضو. بس انا اللي اتصدمت فيه النهاردة ان انا رحت المدرسة وقدمت لهم الحاجات دي، وبجد انا مش جايبة برضو حاجات قليلة، انا جايبة لهم الحاجات اللي يعني متهيألي هم كده مش هيستخدموا اكتر من كده. طلبوا مني ان بقية الحاجات، واستلموا مني الحاجات بالعدد، والحاجات الناقصة قالوا لي تجيبيها، ولو ما جبتيهاش مش هيقبلوا في المدرسة. مع العلم ان انا دفعت المصاريف وقدمت الورق، انتوا متخيلين؟ يعني انا دفعت المصاريف وقدمت الورق، وقالوا لي السبلايز دي شرط اساسي لان احنا عندنا كتير على الويتنج وكده، ممكن حضرتك ما تقبليش. متخيلين؟ دي اللي هي خافض اللسان. هم طالبين 4 فانا كنت جايبة 2. فبجد كان رد عليا مستفز جدا الموضوع ده. ده دستتين، يعني كل بنت 12 قلم رصاص، فانا جبت لهم دستتين. وكل بنت المفروض اجيب 6 اساتيك، انا جايبه 2 لكل بنت 3. البرات لكل بنت 4 اساتيك، لكل 4 برات المفروض اجيب 8، فانا جبت 2 برضو. لان انا كده كده هديهم حاجات معاهم في المقلمه، يعني اكيد هيروحوا مثلا معاهم في البنسل كيس بتاعتهم استيكه وبرايه والحاجات دي. اللي هي الاي دي انا جايبه لهم 2، طلبوا مني 2 تاني يتعلقوا في رقبتهم، معرفش دول هيعلقوهم فين ولا يعملوا لهم ايه ولا هيرجعوهم لي، بجد مش فاهمه. انا حاولت ارتب الحاجات عشان تبقى باينه. الصلصال ده هم طالبين اللهم صل على النبي طالبين 6، بس اللي هم 12 قطعه، فانا جبت 2 24 وواحده، ودي تقريبا برضو 24 او 12، يعني برضو مش قليلين. بيقولوا لي تاني احنا مش مهم 24 ولا 12، المهم الباكت. احنا طالبين كل بنت 3 باكيتات. فليه يا جماعة؟ ليه بجد الأعداد دي؟ الهاند جel ده طالبين 4، أنا جايبة 3، فقالوا لي لسه ناقص 1. فبصراحة طريقتهم النهاردة كانت مستفزة جدا ليا، ان انا ادفع المصاريف واقدم الورق وبعد كده قالوا لي لا في نواقص، لو ما جاتش البنت مش او البنات مش هيدخلوا المدرسة. وانا متأكدة ان الحاجات دي مش هيستخدموها كلها. طلبوا من ابني السنة اللي فاتت حاجات والوان مية فبريكاسل وحاجات وما استخدمهاش والله. مناديل دي المفروض طالبين من كل بنت 4 علب، انا المفروض اجيب 8 علب مناديل، بس انا جايبه 3، مش شايفاهم كافيين جدا. لان يعني مش فاهمه، ده احنا بندخل المولات بنلاقي مناديل. الورق ده اسمه ورق جوخ تقريبا او ورق فازلين. 3 فرخ، يعني فرخ اسود وازرق واحمر، المفروض اجيب 3 زيهم. الواحد ب25، يعني دول ب75. انا داخله في 1200 1300 الحاجات اللي انا جايباها دي، ولسه عايزين تاني. دول 6 المفروض. ورق اللي هو معرفش اسمه ايه ده، اللي فوم تقريبا. من دي المفروض كل بنت 2 او كل بنت 3، انا جايبة 2 بس هما المفروض كل بنت 3 ورق. ده الورق الفازلين تقريبا، او ورق جوخ تقريبا. حاجات انا مش عارفه هما يستخدموها في ايه، يعني بصراحه البنات هتستخدم الحاجات دي في ايه؟ طالبين من كل بنت باكيتين A4. انتوا متخيلين؟ يعني كل باكيت هي 500 ورقه، يعني كل بنت في السنه هتستخدم 1000 ورقه، هيطبعوا لها 1000 ورقه. جبت 2 باكيت، قالوا لي لا لسه عايزين 2 كمان. وطالبين حافظات، مش عارفه 500 الف حافظه برضو، مش فاكره الرقم اكيد خزعبلي. وطالبين سكتش، طالبين لكل بنت 2 سكتش. دي يعني ده الحاجة الوحيدة اللي حاساها ممكن تكون منطقية.
انا جبت 2 ونسيت اجيب 2 كمان، يعني انا كنت او نسيت اصورهم يعني. وطالبين 75,000 بتاع الشمع ده، انا جايبه 15 واحد وقالوا لي برضو مش كفايه. والجلو برضو، بصوا كنت بجد بتشل، وكنت رايحه اقدم الحاجات دي على اساس ان انا خلاص، لا بقول حسبي الله ونعم الوكيل، بس هم طلبوا مني حاجات تانية، فانا مش عارفه هجيبها ولا لا، ومش عارفه هعمل ايه. بس انا حبيت اعمل الفيديو ده عشان كلنا نحاسبن على اللي اخترع السبلايز دي في المدارس، بجد حسبي الله ونعم الوكيل. هشوفكم فيديو جديد، سلام عليكم.